السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي وكالة الأنباء المغربية مباشرة من أمام مقر عمالة مدينة ميدلت، وكما كتشوفوا معنا في الشاشة يعني هذه الوقفة الاحتجاجية لعدد من عمال المناجم من منطقة سيدي عياد وأحاولي ومبلاضن اللي عندهم واحد الملف مطلبي، هو أنهم كيقولوا حسب تعبيرهم بأنهم تعرضوا يعني الحجز ديال الوسائل ديالهم باش كيخدموا الماتيريال ديالهم، كاين اللي مشى ليه السلعة ديال المعدن، وخصوصا عاوتاني قال لك بأن شي مشروع تما كان يعني دا لهم الاراضي ديالهم، وحنا كنتواجدوا معاهم هنا من عين المكان، وغادي ندوزو لكم يعني ناس من هاد الفئه المتضرره باش انها تشرح للراي العام والمتتبعين شنو هو المشكل وشنو هو الملف المطلبي وشنو هو يعني الضرر اللي كيطلبوا بالرفع ديالو. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا نعاود نذكرهم يعني بموضوع هذا المباشر. حنا كنتواجدوا امام مقر عماله ميدلت، وكما كتشوفوا معنا هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال الساكنه يعني مناطق سيدي عياد مبلاضن واحولي، وهما هنايا كيقولوا بانهم تعرضوا للحجز ديال الماتيريال ديالهم باش كيخدموا في المعادن، وتعرضوا يعني للحجز بالنسبه كاين الناس مشات لهم السلعه، كاين بزاف ديال الناس فوالا، وكاين بان كيقولوا المشروع استولى لهم على الارض ديالهم اللي هي ملك ديالهم. وحنا نتواجدوا معهم نعطيو الكلمه لواحد الشخص من المتظاهرين باش يشرح لنا ويشرح للراي العام يعني شنو هو الملف المطلبي ديال هاد الناس. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ صافا بخير؟ كنشكركم وكنشكروا سيدنا الله ينصرو. واخا اشرح للراي العام علاش نتوما واقفين اليوم هنايا وعلاش دايرين هذه المظاهره هذه؟ واقفين هنايا واحد الضروره اللي تدارت لنا في سيدي عياد. حنا الساكنه سيدي عياد كاينه شي معادن كيخدموا فيها جدودنا وجدود والدينا من الشركات العهد لفرنسا، وخلاونا خلاو جدودنا كيخدموا تماك وحتى حنا كنستافدوا منها. دابا جا القائد ديال يتوافلا وقالنا تحيدوا من هنايا وهزنا الدوزان ديالنا. حنا كنطالبوا من السلطات يردونا الماتيريال ديالنا ونبقاو خدامين كما العاده، ونبقاو خدامين كما العاده. ما بغيناش حنا ما كنقلبوا على شي فوضى ولا. شحال تقريبا ديالكم نتوما اللي تضررتوا من هذه القضيه؟ حنا قبيله كامله شاتنا 100 نسمه اللي كتخدم تماك اللي كتستافد كلها مشى للماتيريال. شي دالو الماتيريال شي ما عندوش خدام غير بالبيران والمصيطه. فوقاش هذا الشيء وقع؟ حنا واقع النهار ما عقلتش على النهار، انا نهار الاثنين ما عقلتش انا على النهار، ولكن حنا كنا في الخدمه قالوا لنا الدراري راه داو لهم في دوزان، وحنا في هذه البلاد راه تضرينا بزاف. جا المشروع ديال المازين، كاينين الناس ديالنا كيستافدوا في الكسيبه، يعني الفلاحه ديالهم هي هذيك، ولكن ملي جا المشروع ديال المازين حيد لهم ذاك البلاصه فاش كيستافدوا بالكسيبه، ودابا الكسيبه ما بقاتش كيستافدوا في المعادن، ومن ما بقاش داك الشيء ديال الكسيبه كيستافدوا في المعادن، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لك. حنا كنصيفطوا النداء لجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، وبغينا الظلم يتحيد علينا الله يرحم والديك. شكرا. هاك اخويا وضح راك معنا في المباشر ديال وكاله الانباء المغربيه. بغيناك اخويا توضح للراي العام والمتتبعين شنو هو الملف المطلبي اللي خلاكم توقفوا وقفه احتجاجيه اليوم امام مقر عماله ميدلت. مرحبا، انا من ساكنه سيدي عياد اقليم ميدلت. حنا كنطالبوا جوج حلول الله يجازيكم بالخير، يردوا لنا الدوزان ويخليونا نخدموا، او لا يديونا نخدموا. كاينه شي بلاصه فين نخدموا يديونا معاهم، ولا يردوا لنا الدوزان ديالنا ويخليونا نخدموا في بلادنا.
الا ما خدمناش في بلادنا فين غنخدموا؟ بغيتو نحرقوا خليونا نحرقوا نمشيو نخدموا بلادات النصارى. الا ما بغيتوش نخدموا بلادكم خليونا نمشيو لبلادات النصارى، ولا لا بلاد القمع الحقره حشومه. او يعني زعما دوله الحق والقانون، فين هو هذا الحق؟ فين هو هذا القانون؟ ما شفنا منه حنا والو، وريونا حنا منه غير 20% بهذا الحق. هذا الحق وهذا القانون فينا هو؟ يعني هاد الارض هذه اللي كنتوا كتخدموا فيها، واش لقيتوا فيها جدودكم خدامين ديجا؟ كانوا جدودنا. شحال تقريبا من عائله يعني كتخدم نجيب لك تمايا؟ الوثائق ديال جدي الله يرحمه مات بالسولوكوز، درت له اللي ريم في مكناس، نجيب لك الوثائق حاليا كاينين، مات بالسولوكوز في سيدي عياد. ودابا يجي واحد يقول لك يهز لي هاد الدوزان ديالي باش كنعيش، ولا الدراري ديالنا وولادنا والوالدين ديالنا، يقول لك ما تخدمش في بلادك. حشومه حقره. والله ينصر سيدنا. شكرا. عاش الملك. شكرا تبارك الله عليك. كاين شي واحد اخر اللي بغى يعطي شي تدخل؟ هاكا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله. كنطالبوا حنا بالحقوق ديالنا، كنتمعشوا حنا في هذا الميدان هذا من تقريبا خدموا جدودنا من الخمسينات الستينات لقيناهم هنا، ما خلاونا لا حرفه لا والو، كتيبه ما كايناش. كنطالبوا منهم دابا الا كاين شي قانون ولا شي واحد بالرخصه ديالو البيرمي ديالو يخدم لنا. دابا كيجي مخزن كيعصرك، نوض من هنا ما كاين حق، ما كاين. دابا الا ما كاينش حق في هذه البلاد يديونا فين كاين حق، فين نخدموا، فين نستافدوا حتى حنا. كاينين سميتو، كاين اللي كيجري على 4 النفوس، على 5 النفوس، على 3، كاين اللي كيبيع روحه وكيبيع الدم ديالو باش يدخل 200 متر و 300 متر. والحمد لله الغيران ديالها حولي كاين الخريطه يعرفوا راه كاين لا كجلي فيها 1000 متر. حنا كنبيعوا روسنا، ما كاين لا الرخصه لا الله يضمنك. كاين الراجل كيطيح تما ولا كتشدو السيخه كنجبدوه بحال الحمار كندفنوه. ما كنطلبوا عليه حق، ما كنطلبوا لا سيروس. دابا جا المخزن دارنا الدوزان وبدا بكلشي خلاونا محقورين. بغيت نسولك يعني شنو هو المبرر اللي عطاوكم فاش حجزوا لكم على دوك الماتيريال؟ اشنو قالوا لكم؟ يعني شنو هو الهدف؟ شنو هو السبب؟ ما عندكمش الحق تخدموا، هذا الشيء ديال الدوله. ولا كان المناجم ديال الدوله حتى حنا ولاد الدوله، مالكنا واحد. وهما ملي جاو قالوا لك اودي هضره جات من فوقنا. ملي جاو السلطات يديو الدوزان قالوا لك اودي حتى حنا جاتنا من فوق الجهد، ما عندنا ما نديرو. وفعلا كل الواحد عنده المسؤوليه ديالو، فهمتينا. ومشينا تقاتلنا في البرد والرجيلات حتى البولمان عاد رجعونا الى هنا. دابا حنا بغينا نعرفوا غير البديل فين هو. كاين اللي انا حاليا كنهضر معاك ساكن في البراكه، هذه حقره ماشي معقول هذا الشيء. حنا قلت لك كاين الراجل كيموت كيخلي 4 الدراري، كيخلي المراه، شكون اللي غادي ينوب عليهم؟ يطيح له الطحين وهاد سميتهم من الماء. الله يكون في العون. كاين اللي كرا، اللي غير كرا، كاين اللي عنده 100 راس مشات خلات بالجفاف، خلى الكريديات في سميتو بالعلم. دابا مشاو سميتو، مشاو الهيلتيات للدراري ومشى لي حتى انا براسي. انت شكون اللي غادي يتقبل هذا الشيء؟ كتشري ليتي بالكريدي ديالك، كدير مع مول الدوزان واحد المبلغ 6000 في السيمانه ولا 4000، وسير انت تقاتل تشم الغبره وتموت في الخطر. الله يكون في العون. كنطالب من المسؤولين يشوف لنا شي حل. حتى حنا بغينا القانون، حتى حنا ولاد القانون، ما كنتهربوش من القانون ولا اني فينا هو. وعايشه الملك. السلام عليكم. تبارك الله عليك. يعني بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، حنا كنتواجدوا امام مقر عماله ميدلت، وهاد الناس اللي كتشوفوا قدامكم هما ساكنه ديال منطقه سيدي عياد واحوال يومي فلاطن. عندهم ملف مطلبي هو انهم تيقولوا بان السلطات حجزت لهم على الماتيريال ديالهم على بعض المعادن ديالهم، وقالوا لهم بان الحجه ما عندكمش تخدموا، ما عندكمش الحق تخدموا. وكيقولوا بان شي شركه تما حجزت لهم على الاراضي ديالهم اللي اراضي سلاليه تابعه للجماعات ديالهم. وهما دابا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه باش يطالبوا برفع الضرر، وحنا كنتواجدوا معهم هنايا باش نوصلوا الصوره ديالهم ونوصلوا الصوت ديالهم يعني للراي العام، ونشوفوا الا كان شي واحد اللي بغى يعطي شي كلمه اخرى او لا يزيد يوضح. احنا معكم هنايا في هذا المباشر. سير تفضل اخويا. كانوا خدام سيدي عياد الدرويش المسكينه ديالك دازر غديت الدونايتي فات نايدونا غورلانت الفلوس نكوني غاسل مساكينه يدنيا غور خشا غاتي خدام من تغرد من غيدنيا دازر غديت الدونايتي فات بدا شي تاني غير البيرما ود مشي لنا يان بول او مشي لا بول البيرما دا غيستخدم كنا راه الجورنال غنرجع عيش راهو الوالدين دازر دان المشروع غت ما زيرت نغرديش نستافدو اي دغاي ديال المعيشه نكون نعيش راهو الوالدين غيد المعادن زاد نعيش دغيت دان السلطات تزعاق نجدو تبردانو نكسا غيد نمشيو يد ممنوع هذاك يادي ممنوع كلشي كنا جماعه من بلادنا معروفه بالمعادن ازاد تعيش ورا كل شيء الحاجه بلاد يكسبها غور تدخلها وغور قيمه وتها وغور ختا فلاح دانت المشاريع ومزرعتها ما زيرت ما اذا استفاد تموت الكسيبه وتقيمي ايضا المعادن اذا استفاد
دغيا كسنا خدني دات السلطات كسنا خدنا انا شخوات دا سينا الدوزان سينا المثاليه دا الدوزان دوزان كريدي ارتكا 2000 يورو غدا 2015 يوم ما دخلت الماتيريال دغيا وراه غادي قيمه وتاع دغيا غاسل المساكين ندا 100 كيلومتر اي من الداير بولمان الرنجيل اي دا غدروا راني عرض السلطات عرضنا غدوين انا شاو الداعي خرت مازيرت نونه ديال الحل دم السلطات الناس ودي السلطات غير داك السنايد ورجع ديك من باغي الدعايه دولو ما ينعيش او دوره ونقول ما يشتشال الله ينصر سيدنا غادي ينصر ربي الملك مراغيني الملك في مرايا ورينا دا غديك سياج شحال الحاج تخصايا وراه سنتين الساتر هذا غادي نغاسي غرض غادي سنتين نخدم وراس الساتر وتحاح وراس شحال الحاج تخصايا وراس الناويه تاخذ نقيمه بلا يبردان نقيمه بلا والو داغي نغطر فلان داغي نغطر وتفل والو الشيط والو راه كل وديات الحاج كلين راه غاسا نعيش ونرجع جنب كلين راه غاسا نعيش الا نعتقاص ولا ارواحنا اي داغي خصنا وراه غيخصاو ديال غاسلا راه داغي غاسا نعيش وراس من الساتر شحال الحاج تيضني شحال الحاج بلاد غادي ينصر ربي الملك من بلاد زار غادي داغي الملك كامل راه زار غادي يدو وما ود يقطعنا يدغرانا دا غيشر دا ختا شرنوي ود غدا ختا شر الملك من راه زار غادي يدو ورراو ديال بلا الملك غادي زار غادي يدو بلا سيدنا محمد السادس زار غادي يدو دا غي نيكت مرايا هذا غي شال الحلاك وما نغدا دا غي نغوي سيد نيه او يمشي غادي ينصر ربي الملك غادي ينصر ربي سيدنا السلام عليكم غادي ينصر ربي الملك تبارك الله عليك انت استاذ. السلام عليكم. انا اليوم كنتواجد قدام العماله على واحد الكارثه وقعت لها هذه السيمانه هذه واختارت السلطه الخزانيه مجموعه ديال واحد الوجوه وحشيه ماشي قانونيه سطونا في الحوايج ديالنا داونا الفلوس ديالنا داونا الالات باش كنخدموا بدون انذار ما عطاوناش الانذار باش الهجوم الوحشيه. حنا دابا كنطلبوا ما كنطلبوش شي حاجه يبقوها لنا من السماء بغينا غير نخدموا بدراعنا هادشي اللي كنطلب. وكنشكركم على هاد الوقفه وقفتوا معنا شكرا لكم بزاف والله ينصر محمد السادس. هاد الشيء راه كنعيشوا بواحد القدره اللي لا اله الا الله ما تصورش على واحد الحاجه كنشوفوها عرفناها ظلميه ملي كيجي واحد الجدار ما بغيتش نذكر سميتو بدون كراي كيقول لك واحد الهضره اللي ماشي هي هذه وكيقلب في الحوايج كيديك داكشي اللي جمعتي وكتعرف راه حقر عليك واش غدير واش تموت واش تنتحر واش لا حول ولا قوه الا بالله. دابا كنطلبوا لكم ان شاء الله الله يرحم لكم الوالدين جوج حلول اما غادي تجيبوا الشر دوزوا علينا الشر اما غادي ديروا لنا شي حل خليونا غير نخدموا عباد الله. هذا الشيء اللي كنتمنى عايشه محمد السادس. شكرا لكم. شكرا. يعني كما شفتوا اخواني اخواتي هادو كانوا شهادات حيه وصادمه صراحه يعني من بزاف ديال الساكنين ديال منطقه سيدي عياد ومن بلاد حولي وسمعتوا الملف المطلبي ديالهم والنقط اللي جاوا على اثرها كيحتجوا امام مقر عماله ميدلت وهي الحجز على بعض المعادن واموال وماتيريال باش كيخدموا يعني في المناجم وسيرتو المناجم معروفه يعني بمعدن الكحل او البلون. وتنتمناو يعني الرصاص تنتمناو ان شاء الله ان الملف ديالهم يوصل ويتلقى لهم حل في اقرب وقت. يعني حسب الشهادات اللي سمعتوها معنا في المباشر انهم كيقولوا بانهم ضاق بهم ذرعان وكاين المشكل ديال الفقر وكاين المشكل ديال الكورونا وكاين يعني واحد الازمه كيعيشوا فيها خانقه وزاد لهم هذا الشيء اللي وقع لهم دابا بان زاد ازم وارق الوضعيه ديالهم اللي كنتمناو ان شاء الله ان تلقى حل في اقرب وقت ممكن. والى هنا كنتم معنا في هذا المباشر امام مقر عماله ميدلت مع وكاله الانباء المغربيه. الى مباشر اخر باذن الله. اوكي فين راهم؟ واخا مرحبا. يطلع غادي نستقيو واحد الراي اخر ديال واحد النساء بغاو يتواصلوا معنا. السلام عليكم. حنا صحاب مي بلادنا حولي تنهضروا على حقنا سيدي عياد من كنهضر من مي بلادنا حتى الماضي كنهضر على الناس اللي كاينين كراعي تما وكنهضر على راسنا حنا مظلومين. مشات لنا البلاد الدراري مشات الشركه ما بقات الشركه كيخدموا الدراري ما خلاوهمش كيتعداو عليهم داو لهم الماتيريال ديالهم داو لهم الحصول تكرفسوا عليهم ومازالين كيتكرفسوا. البلاد مشات
حنا كنطالبوا حقوقنا ما كاينش. حتى الفيديوهات اللي كيتنشروا تيتحصروا بلا ما يتنشروش الفيديوهات. انا درت فيديو عاودت فيديو عاودت وتيتنشروا. ما كاينش منع يتنشر، كيتنشر واحد القسم كيتحيد. كنهضروا على حقنا، هاد البلاد ما كاينش. تهضر على حقك مشيتي، المسكين ما كاينش، مول الشكاره كاينه. هضرت على مشيت درت مسيره مع البنات، درت هذا سميتو خرجوا لي على خدمتي كميناج. العماله اللي خدمتني كنخدم في المقاطعه، خرجوني خدمتي، تكرفسوا عليا. جاتني المعاونه حيدوها، قالوا والكوشي الطوق ما تعطالهاش المعاونه. هددوني انا مطلقه على وليدي، كنخدم عليه، ما خلاونا حتى حاجه. فين ما هضرنا البلاد كراوها، تكرات من جرة البرتيويه، كنحطوا هنا رجلنا كيقول لك مكريه الفلان، مكريه الفلان، هذه مكريه. مازي ما شدينا فيها والو، ارضنا وديال جدودنا وديال العائله ديالنا، وما خلاو لهم لا فين يسرحوا، ما خلاو حتى حاجه. مشينا لمازي درنا مسيره تمايا، قالوا لك لا ما كتسالوش. مشات المشروع الملكي، الله ينصر سيدنا، ما تعوضناش. سيدنا ما غاديش يضيعنا. دابا كنطالبوا من الله وسيدنا الله ينصرو يوقف معنا. دابا حنا كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو ويطول ليه العمر ويخليه لينا، يشد لينا الحق. الا فم العماله ما خليناها ما مره ما جوج ما ثلاثه، الى الطريق شدينا الطريق تالتي محضيط، ردونا تكرفسوا علينا في الطريق، طفاو لينا النار، طاحوا لنا البزاط ديالنا، ردونا هما كيتمشاو مورانا وحنا على رجلينا والشتا وتكرفسنا. كان فيها القايد، سعاده القايد، رئيس الدائره، الخليفه، كل شيء المهم كاينه. جاو ردينا في الطريق والشتا حتى تبجغوا لينا رجلينا، ما بقاو لينا رجلين، ما بقاو لينا صحه. درنا مظاهره في ميبلاد، حتى جينا في ميبلاد تمايا جاو طفاو لينا النار، درنا النجمه، ضربوا لنا النجمه برجليهم، حيدوها لينا، تكرفسوا علينا. غدا اجيو بالعماله، واليوم راه كاعيه. جينا لهم العماله وعاودنا غدا نديروا لكم الحل. دابا ما لقينا حتى حل، ما داروه لينا. العامل براسو ما عمرو ما استقبلنا، يجلس معنا طرد يدير معنا شي حل. اليومنا هذا حنا في العماله ما كانش اللي غادي يستقبلنا، ما كانش اللي غادي يستقبلنا. عيينا المشروع اللي تحت مازين، هذيك الارض ديالنا ديالنا، وعيينا ما نهضروا نعوضوا لكم، نلقاو لكم الحل. ما لقاو لينا شي حل. حنا ماشي ضد المشروع، حاشا، قالوا لنا تسيدنا، حنا ماشي ضد سيدنا. حنا دابا كنطالبوا تعويضاتنا الا ما بقاتش الارض، الا كراو الاراضي كنطالبوا دابا الحقوق ديالنا، يعطيونا الحق ديالنا. كنطالبوا من الله وسيدنا الله ينصرو يوقف معنا. راه حنا محقورين من 2016 وحنا هكا ليومنا هذا. اليوم احنا واقفين. لدابا ردونا في الطريق وعاودوا لقاو لكم الحل. لدابا ما كاين شي حل، ما كاين غير الكذوب في الكذوب، الوعود الكاذبه. دابا حنا الوالدين ديالنا تما خدموا المعدن مع الشركه، تما ماتين الوالد، كلشي هادو اللي كيهضروا الوالدين ديالنا كلهم ماتوا بالمعدن، فهمتي؟ ماتوا في المعدن تمايا. ومشات الشركه بحالها، وهذا الشيء اللي بقى دابا في المعدن كيردونا فيه ولاداتنا وخوتنا طرف ديال الخبز. ها هما وقفوهم، هجموا عليهم في الخطر، ماشي حتى كيدخلوا الغيران الخطر اللي طاحت عليه سي خمشه، خلا ولادو ولا مو ولا اختو ولا علاش راه كيخدم، ومشاو هجموا عليهم وحيدوا لهم الدوزان ديالهم. اللي هزوا له الفلوس هزوه، اللي هزوا له الجاكيط الفلوس هزوهم له، جابوا الماتيريال ديالهم كلشي خلاوهم. غدا غادي نديروا لكم الحل على حساب اليوم ما كاين لا حل لا والو. دابا حنا قدام العماله ما استقبلنا لا عامل لا رئيس الدائره لا قايد لا حتى شي واحد ما استقبلنا. عاش الملك. ودابا الا ما لقاو لناش الحل غنشدوا الطريق لعند سيدنا الله ينصرو الرباط، غنشدوا الطريق لسيدنا الرباط. كنطالبوا من الله وسيدنا ملي نوصلوا سيدنا للرباط الا لقينا الحل الله ينصرو ويعاونوا. قالنا سيدنا لا تما بعدا مقتنع قابلين باش يجمع علينا سيدنا قابلين. وعاش الملك.
جماعة ميدال خلي ميدال حنا في واحد الملتقى السياحي مي بلاصه البلاصه ديال الكسيبه مشات داوها بلاصه الكسيبه مشات ورجعوا الناس للمعادن وما بغاوش يخليونا نخدموا وداو دوزنا عباد الله. الكسيبه مشات بلاصه الكسيبه مشات وبقى لنا غير هادشي ديال الحجر هذا بنادم كاين الناس خدموا شي شويه داروا الدوزانه هما داو لهم الدوزان ديالهم دابا راه لا اله الا الله محمد رسول الله راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه كاين اللي كيضوي غير بالموتور كاين اللي كيضوي بالشمع اللي عنده شويه راه كيدير الطاقه الشمسيه. بلاصه الكسيبه مشات ها الحجر عاوتاني ما بغاوش يخليونا نخدموا دابا البلاد خرج فيها واحد المشروع بلاصه الكسيبه المهم مشات هما عاوتاني مشاو لنا للحجر هنا فين تنعيشوا كاينين اليتامى كيعيشوا تما كاينين الناس اللي ما عندهمش. لا اله الا الله محمد رسول الله وشكرا والله ينصر سيدنا. لانه كما سمعتوا اخواني اخواتي المتتبعين يعني وكاله الانباء المغربيه مباشره من امام مقر عمله ميدلت، هانتوما شفتوا شدات صادمه وحقيقيه وانيه من هذا المكان ديال هذا الملف المطلبي ديال هاد الناس، هاد الساكنه هذه اللي كتقول انها كتعيش الويلات والقهر بسبب يعني التوقف ديال او لا يعني الاستيلاء على الاجهزه ديال العمل ديالهم في المناجم، وكيقولوا بان هذاك هو مصدر القوت ديالهم الوحيد والاوحد. لذلك كنتواجدوا معهم هنا وكنتمنوا الرساله ديالهم توصل وتفك لهم وتحل وتلقى شي حل ان شاء الله لهذا الملف المطلبي ديالهم. الى هنا كنتم معنا يعني في هذا المباشر، كنتمنى لكم ان شاء الله صحه جيده والله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. الى مباشر اخر باذن الله.